معنا الأستاذ الدكتور أحمد شعلة من البحيرة. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور أحمد. ربنا يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ خالد، احنا في غاية السعادة واحنا بنسمع بمرشح كده للأزهر يأتي بما في الأزهر من وسطية واعتدال، وهو ما نريده في هذه المرحلة. يعني شفنا الدكتور محمد بسم الله ما شاء الله عرض بعض من بنود البرنامج بتاعه، وهذا يعني الحقيقة هذا ما نريده. فنحن شعب مصر بعد بعد الهوان الذي عشناه لا نريد أكثر من ذلك. نريد عمارا وإعمارا، نريد علما، نريد رخاء، نريد عدلا، نريد مساواة، نريد إقرارا لحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، نريد رئيسا عالما سهل الحجاب، نريد ديمقراطية الإسلام، نريد وسطيته بدون تطرف، نريد الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الذي يحمل كل هذه الصفات. فهو الحقيقة والحق أقول رجل البر الذي يعني بره يعني انتشر في ربوع مصر زي ما قال الدكتور، وهو الحقيقة. والله يا فندم لو تشوف المعاهد الذي يشرف عليها الدكتور محمد أبو زيد على بنائها وهي منتشرة في ربوع مصر، يعني ستملأ السعادة قلبك. يعني السعادة قلبك. أنت تؤيد إن شاء الله هذا الاختيار طبعا وتدعمه. تؤيد، ولما لا ولما لا. والأزهر يعني هو مكان الوسطية الجميلة الذي نحتاج إليها في الأيام القادمة. الدكتور محمد يعني أنا شايف أنه عرض رأيه بصراحة في قضية المرأة، في قضية المادة الثانية من الدستور، في قضية الإخوة الأقباط، في قضية المواطنة، وهذه النقاط الشائكة التي يعني تجول ببالنا هذه الأيام. وكان رأيه واضح، وهو رأي الإسلام ورأي وسطية الإسلام التي أقرها الإسلام في القرآن وفي السنة، والتي تغيب عن الغرب هذه الأيام. الإسلام يا سيدي كما أقر الدكتور محمد أبو زيد هو دين الديمقراطية. الديمقراطية أساسا أصلها الإسلام، مبدأ الشورى في الإسلام كما قال الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد. نحن معه ونؤيده بكل حب وبكل استقرار. شكرا ليك يا دكتور أحمد، وكانت رسالتك واضحة تماما. الأستاذة منال، الدكتورة منال معانا. أهلا وسهلا. اهلا بك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. ونرحب بدكتور محمد، ويا رب يعني يكون نتمنى من الله يكون فتحة خير لنا، يعني احنا بصراحة ما بنصدق حد، يعني أي حد بيجي يقدم لنا أي حاجة بيقول يعني فقدنا الثقة كتير للأسف في الناس يعني. بس أنا فعلا نفسي في اللي هيكون رئيس إن شاء الله يا رب فعلا يكون فيه قوة عمر وشجاعته، وطبعا رحمة أبو بكر، ده نتمنى من الله يعني يا رب يكون فيه الصفات دي يعني. أنا ليه بس سؤالين مش فاهمة، يعني إيه توحيد دور العبادة؟ نعم، دي أنا عايزة أعرفها. ولو إحنا طبقنا الشريعة الإسلامية في الأحكام بتاعتنا، هل اللي هيبقى القاضي هل هيبقى ديني ولا هيبقى من القضاة بقى اللي موجودين المدني، يعني على أساس إن هو بيطبق الشريعة الإسلامية فهو من راجل ديني يعني؟ سؤالين مهمين يا دكتورة منال، وهنسألهم للدكتور محمد إن شاء الله بعد ما ناخد باقي الاتصالات. أستاذ مجدي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ خالد؟ أنا بس الكنترول، أنا عاوز واحد بس يكلمني يا جماعة علشان ما اتلخبطش، لأن الحقيقة انتوا أكتر من واحد بيكلمني في الإيربيز فأنا ما بسمعش. معانا الدكتور مجدي من القاهرة. أهلا وسهلا. لا، معاك مجدي زكي. كنت كلمت حضرتك فشرفت بكلام حضرتك قبل كده في قناة أزهري. الأستاذ مجدي زكي، مظبوط؟ ايوه، اهلا وسهلا استاذ مجدي، اهلا وسهلا ومرحبا بيك. اهلا بيك يا شيخ خالد. بصراحه احنا بننعم بسماع الحديث مع حضرتك، ربنا يكبر خاطرك يا رب ويحفظك. وخاصه يعني اليومين دولت انا تابعت حضرتك في كذا قناه ومداخلاتك
كلام حضرتك خاصه كمان مع الاستاذ هاني عزيز. نعم. واخر لقاء كنت وياه، فانا بصفتي مسيحي وكلمت مع قناه ازهري وشرفت ما شاء الله. في الحديث مع حضرتك قبل كده، فقلت انول الشرف ان انا اتكلم معاك تاني يا اخي والله اشتياق الحديث معاك. ربنا يخليك، ده احنا اللي لنا الشرف، ودي قناتك وقناة كل مسيحي مخلص وقناة كل مسلم مخلص ووسطي واحنا بنسعد بيك وده دليل المحبة والتفاهم والتراحم اللي بيننا ان شاء الله. ربنا يخليك يا شيخ خالد، ويطيل الله في عمرك ويوسعك بعلمه اكتر واكتر، لان بصراحه احنا لما بنسمع الحديث مع حضرتك بيكون في اشتياق جامد ومعلومات قيمه بناخدها من حضرتك، وخاصه في الاعتدال والوسطيه، وبنلاقي كلام حضرتك غير الكلام اللي بنسمعه في الفضائيات الثانيه خالص، فده بيحببنا فيك اكتر وبيخلينا فعلا ان احنا نتشد لقناه ازهري. وانا على فكره يعني بحاول اكلم اصدقاء ليا كتير جدا انهم يسمعوا قناه ازهري، ولما كان احاديثك في الاستاذ محمود سعد يوم الاربعاء كان تملي برضه بنشوفها والله، وبنحاول نتتبع اليوم اللي يكون موجود فيه على الشاشه عشان فعلا نتمتع بالحديث. مش عارف اقول لك مكالمتك دي القت علينا بمسؤوليه وتكليف وتشريف في آن واحد، واحنا يعني انا سعيد جدا انك وجدت معنا في هذه القناة الإسلامية الدينية، وجدت معنا الأمن والمحبة والسلام، وهذه مسألة يا جماعة والله هذا وسام تكريم فخر على صدورنا ورؤوسنا. وشكرا ليك يا أستاذ مجدي أنت وكل أسرتك. وأتمنى الله يطيل في عمرك ويديك الصحة والمعرفة والعلم أكتر وأكتر ويكثر من أمثالك، وتحياتنا للضيف مع حضرتك ونتمنى له التوفيق، لأن طالما إنه طالع في القناة مع حضرتك فأكيد إنه من المعتدلين جدا إن شاء الله. زي ما حضرتك إحنا واخدين الفكرة دي عنك، إن شاء الله. نتمنى له التوفيق وربنا يوفقه يا رب. شكرا يا أستاذ مجدي، ربنا يخليك ونسعد بيه. شكرا ليك يا أستاذ مجدي وكتر خيرك. شوف يا سيدنا بقى كمان اخواننا من النصارى يعني حسوا بارتياح واحترام تليفون الدكتور ماهر معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ خالد؟ مرحبا واهلا وسهلا. منور دائما قناه الازهري. نار الله قلبك. نور مصر بحال. ربنا يستركم يا رب. ومنور معاك الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي. اهلا وسهلا بك. يعني بصراحه ربنا يبارك فيك على هذه الاستضافه، ومن الجميل ان الكلام البسيط يصل الى القلب. يعني متابع حضراتكم من بدايه الحلقه يعني. ده ما شاء الله الحمد لله. بصراحه الدكتور محمد ابو زيد الفقي يعني شخصيه رائعه، انا يعني من الناس اللي معجبين بيه يعني. ما شاء الله. حضرتك تعرفه قبل كده يعني؟ طبعا مش من خلال الحلقه بس يعني. وتعرفه منين الدكتور ماهر؟ اعرفه من خلال البحث العلمي، من خلال الفضائيات. ايوه نعم. ايه تعليقك على البرنامج اللي تقدم بيه، وانت شايف يعني هل هذا الكلام يصلح في هذه المرحله بالذات؟ والله هو انا شايف يا شيخ خالد ان الدكتور محمد ابو زيد الفقي يعني يحتاج الى لقاء اخر ويعرض فيه البرنامج بعد ما يعده. نعم. لان انا اتكلمت معاه كتير وهو يعني بصراحه لا يعمل وحده، هو معاه فرق عمل في محافظات كثيره، وبيعدوا له برنامج على اعلى مستوى ان شاء الله عز وجل بالاشراف، هو يشرف على ذلك، والراجل بيعني مصلحه البلد اولا واخرا. كلمنا عن فرق العمل يا دكتور ماهر. فرق عمل في كل محافظات مصر الآن شغالة من ضمن الفريق اللي يعني الدكتور نازل بفريق كامل متكامل بيغطي كافة الجوانب السياسية والاقتصادية وخلافه. يعني لا أكون مبالغ إن أنا أقول في بعض المحافظات وليس كل المحافظات، هذا حد علمي وهو يسأل في ذلك الدكتور. نعم. لأن أنا لا أستطيع إن أنا أتحدث عن كل هذه الجوانب. ولكن هو بالفعل الدكتور عنده ناس مهتمة بالجانب الاقتصادي، مهتمة بالجانب السياسي، ومهتمة بالاتفاقات الدولية والداخلية إلى غير ذلك. الأمر الثاني هو كشخصه
نعم. يعني في ناحية البحث العلمي هو إنسان مجد جدا ومتعب جدا، يسامحني في ذلك لطلابه. يعني على استعداد ان هو ممكن يرجع الفصل الواحد 5 6 مرات. يعني هو عارف الكلام ده، ممكن يكون بيضحك لان هو عارف ليه. ما شاء الا الله. ان هو يعني بصدق يستطيع بذلك، وهو بالفعل يعني نشهد ذلك، ان هو يصنع عقلية علمية تجيد البحث العلمي، ويقول في يعني من خلال ذلك انه يريد صياغة عقول، وان صناعة الرجال اصعب من تأليف الكتب، وانا اؤيده في ذلك. هذا من الجانب العلمي وجانب البحث العلمي. الامر الثاني فعلا اكثر من جمعية خيرية يرأسها الدكتور محمد ابو زيد الفقي، ويعمل كثيرا لله عز وجل، ولما بندعي له ونقول له ربنا يتقبل يقول اسال الله ذلك. يعني هو ربنا لو تقبل منا حاجه صغيره هذا يعنينا، كانه يتمثل قول الحسن البصري لو ان الله عز وجل تقبل مني ركعتين لكفتاي. ومش هنبيع الميه في حاره السقينه يا شيخ خالد. لا العفو العفو، ربنا سئل عن يخليك. ذلك فقال لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. امين امين. وله في جانب العمران البشري حضرتك يعني قدمت الحلقة ما شاء الله عليك الكتب هذه وغيرها الكثير والكثير. وبالفعل نظرية المسخورية أنا بأكد لحضرتك أن في طلاب علم باحثين شرعيين في جامعة الأزهر وغيرها خدوها وعملوا فيها رسائل علمية. يعني خدوا افكارهم بتاع الرسائل العلميه من خلال الكتاب اللي انت شايفه اللي مترجم ل7 لغات او 9 لغات دوت. ما شاء الله ما شاء الله. ايضا موضوع زراعه النخيل، في ناس يعني اصبح حياتهم كلها على المشاريع الخيريه اللي الدكتور محمد كان وسيله من وسائل ان هو استخدم رجال الاعمال الخيرين ليعين الجنيه، او المثل اللي حضرتك تحفظه ونحفظه: لا تعلمني كيف آكل السمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمكة. فهو يعلمهم كيف يصطادوا السمكة. ثم يعني هو ما شاء الله عليه عضو بعض الهيئات الإسلامية كثيرة، حضرتك ذكرت منها عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، له برامج في الفضائيات بيتكلم في العمران البشري، له يعني على اليوتيوب على النت على كثير من المواقع. يعني اللي عايز يتعرف على فكر الدكتور محمد يدخل على النت يقرأ مقالاته يشاهد حلقاته. انا سعيد جدا جدا ربنا يبارك فيك ان انت بتستضيف عالم ازهري وانت ازهري، وده معناها يعني لها معاني كبيره. ربنا يخليك. ونسال الله عز وجل، ويمكن انا عارف ان حضرتك من ضمن الائتلاف اللي بنسعى من خلال ان نقيم للازهر كيان له قيمه عالميه وليس قيمه محليه. ده صحيح. يعود للازهر منزلته كما كان، والدكتور محمد ايضا يشارك في هذه الافكار. يعني خير من كتر خيرك يا دكتور ماهر وبارك الله فيك. عاوز اسالك عن الازهر ورؤيتك ليه. يمكن ده ملف على الاقل عندنا احنا من اهم ملفات حياتنا، بس بعد ما ناخد برضو الاتصالات اللي معانا. دكتوره ايمان معانا؟ دكتوره ايمان؟ الو. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو. ايوه يا فندم، انت معانا على الهوا دلوقتي. ايوه تبقى شيخ خالد، انا بحييك على اختيارك لضيوفك وعلى البرامج الو. سامعينك يا فندم. ايوه شيخ خالد. الو. اتفضلي سامعينك، كلامك واضح. طيب انا بحيي حضرتك على اختيارك لضيوفك. شكرا ليكي. وعايزه بس يعني اسال الدكتور محمد عن تصوره في حل بعض المشكلات اللي بيعاني منها المجتمع المصري. اتفضلي. داخلية. دلوقتي اي شارع في مصر لو خدناه كعينه ممثله. الو. سامعينك، كلامك واضح. لو خدنا اي شارع في مصر كعينه ممثله للمشكلات اللي بنعاني منها. نعم. فهنلاقي مثلا ان معظم شوارعنا بيكون مقسمه كالاتي: في مناطق سكنيه، كل شارع في قهوه، مركز للدروس الخصوصيه، في دار للايتام. وكل حاجه من الحاجات دي بيكون ليها مضمون اللي بتقول لنا الامراض اللي بنعاني منها ايه. مركز الدروس الخصوصيه بيشير لمشكله التعليم، دار الايتام بتشير لمشكله اخلاقيه رهيبه في المجتمع المصري ما كانتش متفشيه بالمنظر دوت. القهاوي المنتشره ده بتشير لمشكله البطاله. يا ترى تصوره لحل المشكلات دي يكون ازاي؟ وليها برنامج خاص بالنسبه عامله في المرحله الانتخابيه الجايه بالنسبه له؟ شكرا. ده كلام سؤال مهم جدا.
من جمهورنا الواعي، ويعني هي سؤال في منتهى الأهمية، وهنجاوبه إن شاء الله بعد ما ناخد تليفون الأستاذ شحاتة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور خالد؟ مرحبا بيك يا فندم. منور الشاشه يا دكتور. ربنا يخليك والله يا شيخ. بس والله حضرتك انا عايز ربنا يبارك فيك الاول استضافتك للاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي. اولا الدكتور محمد ابو زيد الفقي عامل مشروعات خيريه حتى عندنا هنا في كفر الدوار. ما شاء الله. احنا عملنا مستشفى غسيل كلوي المجاني ان شاء الله تكون الثانيه بعد المنصوره. والله الذي لا اله غيره، انا لفيت على الناس اهالي الخير في كفر الدوار بالكامل، لم اجد الا عون وسند من الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي اقولها لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين حضرتك يعني في افكار بتيجي على، انا متابعه، انا ليس ازهري ولكن انا اساسا ليسانس اداب، ولكن بعتبر انا تلميذ لفضيله الدكتور محمد ابو زيد الفقي. حضرتك عنده مشروعات قناه انقلت، القناه اللي كانت اللي بتجيب المستنقعات من جنوب السودان بتصل الى موازيه للنيل. حضرتك في بعض الحلقات تتكلم عنه، واتكلم عن زراعه القمح، ان كل مركز ممكن يزرع 5 مليون نخله في كل مركز. زراعه القمح في كل مكان. ما شاء الله ما شاء الله. ده ليه رصيد جامد قوي الدكتور، ربنا يديله الصحه. والله الذي لا اله غيره اقولها، المستشفى موجوده ونزلت في بعض الجرايد، وفي من الاهالي الخير متبرعين، وكنت كلمت فضيلته على اساس يقدم وجبه مجانيه لله، فيعني كلم ناس في اسكندريه والمستشفى تشهد بذلك. ان شاء الله المستشفى تكون الثانيه بعد المنصوره. الله الله. هنا. ربنا يبارك. يعني واحنا بنتبع يعني الكتب بتاعه الدكتور محمد ابو زيد الفقي، وعندنا هنا طلبه من الطلبه اللي كانوا معاصرينه، واخد بال فضيلتك؟ نعم. كذلك الدكتور محمد ابو زيد الفقي له يعني كل المعاهد الازهريه من اسكندريه مكتوبه عليها لوحه محمد رجب، حتى انا بنتي فيه. ما شاء الله ما شاء الله. بتدرس في الازهر. ربنا يبارك لك فيها ويحفظ. باخد التليفون الاخ من السعوديه عشان ما يعلقوش على الخط. الاستاذ رأفت من المملكه العربيه السعوديه. اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور خالد. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ خالد الله يكرمك. الدكتور خالد الشيخ خالد يعني نقول لحضرتك انت الجواهرجي ربنا يسترك اللي بتنتقي فعلا. ربنا يخليك. وانا الدكتور رأفت النجار اعرف الدكتور محمد ابو زيد الفقي، الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد ربنا يبارك فيك يا دكتور رأفت، وحشني والله. الله يبارك فيك. انا طبعا ما شفتش الدكتور محمد من وانا رحت اليابان عشان اخد دكتوراه 7 سنوات، وفي السعوديه 7 سنوات. لكن دكتور محمد عالم جليل، يعني ما نقولش لحضرتك الاول عن ده يحتاج مجلدات عشان نكتب السي في بتاع الدكتور محمد ابو زيد. ما شاء الله ما شاء الله. تاني حاجه مشروع علاج المرضى كان بيساعدني يعني دكتور رأفت. كان حوالي بيرعى حوالي بتاع 100,000 شخص من الفقراء للعلاج. مشروع النخلة، مشروعات المعاهد الأزهرية اللي هي من يعني في جميع أنحاء الجمهورية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فالدكتور محمد أبو زيد والله غني عن التعريف، وأنا سعيد جدا إن أنا شفته. يعني حضرتك يعني طبيب يا دكتور رأفت؟ طبيب، وكان أي عدد من الكشوف أبعته له يعمله مجانا. ما شاء الله. أي عدد. الله 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 الله. ولما كنت أروح أقول له بلاش أتقل عليك يقول لي تقل، ابعت لي أي عدد. الله يستركم ويبارك فيكم. هذا الطبيب. الله يسترك الله يسترك. ومعايا الدكتوراه دلوقتي. الشيخ خالد والله يعني أنا سعيد جدا بالبرنامج، وأنا أشوف الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي يعني هو الكلام عايز حلقات وحلقات. نعم. وانا قسما بالله انا اتابع برنامج حضرتك، يعني انا احبك في الله جدا. حبك الله ونسحبك. لكن انا مره تمنيت في نفسي ان الدكتور محمد ابو زيد يبقى في قناه ازهري. ما شاء الله. لان هو نظرته في الدين نظره ارتباط الدين بالدنيا. نعم. يعني هو كان ناس فقراء، يعني انا كنت فاتح عياده في حته فيها فقراء اسمها نعم. سد خميس. ما شاء الله. وعزب حواليها كتير. هو مش يعني بيجيب العلاج للناس، ساعد الناس، لكن هو يعين الناس ان هو يلاقي له عمل على اساس هو يجيب رزقه. نفسنا في حد كده يلاقي رزقه والرزق يفضل موجود ويزيد. الله 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 الله. فالدكتور محمد الحقيقه هو كان بيمثل لي وانا في سد خميس في الفتره دي قبل ما اروح اعمل دكتوراه في اليابان. انا حاصل على دكتوراه في القلب ما شاء الله من جامعه نيجاتا.
كان الدكتور محمد ابو زيد كان هو عباره عن النافذه اللي بنطل منها على الدين وعلى العقيده وعلى كل شيء. ده يكفي ان هو في العزف حوالي 100,000 نسمه دول ان هو يا معلم شباب وخرج شباب عشان يقف على المنبر يخطب. ما شاء الله. ويا ما شاء ما الله. احيا جوامع هناك. كان في عزب ما فيهاش جوامع، هو اللي بنى الجوامع اللي فيها، ويا ما درب شباب بقوا ما شاء الله دلوقتي علماء. ربنا يعزك يا دكتور رفعت. بحيي في اولادك يا رب. فضيلتك الشيخ خالد الجندي واستاذنا الدكتور محمد ابو زيد، ربنا يعزك والله ومقامه اكتر من رئيس جمهوريه كمان. الله يعني يستر. رئيس الجمهوريه بالنسبه للدكتور محمد ابو زيد دي تعتبر مصر محتاجه لك قوي يا دكتور في المرحله اللي جايه، وربنا يكثر من امثالك انت ومن سمع ومن فعل كل الخير، وهو ده اللي هيقعد لكم، وما يفعله من خير فلا يكفروه. استاذ مجدي معانا، اهلا وسهلا. استاذ مجدي، الاستاذ مجدي. الو. السلام عليكم شيخ خالد. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. منور الشاشه ودكتور محمد. الله يخليك ويبارك فيك. خالد مع حضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. ده منور الشاشه وبتزيدنا من كل يوم كده، بتجيب لنا حاجات يعني شيقه ربنا يعني. ربنا يحميك ويحفظك. انا كان ليا يعني انا شفت حضرتك على المحور وشفت حضرتك على القناه الثانيه. نعم. لما كان معاك الاستاذ هاني عزيز. نعم. وكنتوا بتتكلموا في الاحداث اللي حصلت دي. انا مش عايز يعني اتكلم فيها تاني، بس انا كان ليا رجاء عند حضرتك. اتفضل. في ظل الاحداث اللي موجوده دي، يعني بصفه حضرتك طبعا كلامك مؤثر والناس يعني بتاخد بيه، وكان فرصه ان كان معاك الاستاذ هاني عزيز برضو راجل متعلم وعالم مسيحي ان احنا ننوه ان العمليه مش سايبه انا مسيحي ابقى مسلم، انا مسلم ابقى مسيحي. العمليه مش سايبه، يعني ليها ضوابط دينيه وليها ضوابط قانونيه وليها، يعني ده اللي كنت نفسي تنوه حضرتك عليه، والاستاذ هاني نوه عليه بصفته راجل مسيحي وراجل متعلم، وحضرتك راجل دين برضه، يعني كلنا بنجيل ليك كل احترام وكل تقدير. تعيش يعني العمليه مش سايبه كده ان ويعملوا فتنه الناس دي ويعملوا حاجات مش كويسه. حاجه اسمها واحد يبقى مسيحي يبقى انا مسلم، واحد مسلم انا مسيحي. يعني كنا عايزين برضه حضرتك تقول في ضوابط وفي احكام دينيه وفي احكام شرعيه، والاستاذ هاني برضه يتكلم من الانجيل بتاعه برضه، يقول مفيش حاجه اسمها يا جماعه، يعني العمليه مش سهله كده يعني. والله بس كان نفسي انا ان حضرتك تنوه، بس معلش يعني الاحداث خدتك واتكلمت في حاجات مهمه برضه، بس انا كان نفسي حضرتك برضه تتكلم في الموضوع ده يا شيخ. حاضر، اوعدك ان شاء الله كده انا والدكتور سعد الهلالي اشغبه فيه كده ونتكلم فيه ونفتح قلوبنا لبعض، واقول له الخواطر اللي عندي وهو يصححها لنا ويعلمنا. حلقه الدكتور سعد الهلالي بكره اوعوا تفوتكم، لانه الحاجات دي مهمه جدا، وبتبقى فعلا الامه في حاجه ماسه الى فقه المصريين بالذات اللي احنا محتاجينه. والله. الاستاذ ايهاب معانا. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. معاك يا فندم. ايوه يا فندم. مع حضرتك الشيخ ايهاب السعيد عبد الحافظ. اهلا وسهلا. كفر الشيخ. اهلا وسهلا. باحث ماجستير جامعه كفر الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله. والله يا شيخنا يا استاذنا فضيله الشيخ خالد، من زمان نفسنا نشوف حضرتك ونسمع صوت حضرتك، لان حضرتك بغيرة وارائك الجريئه وعدم خشيتك في الحق وفي الله عز وجل لومة لائم. ربنا يكبر خاطرك يا رب. كان دايما بنحب نشوف ارائك وبنسمع ارائك ونتعلم منها، والنهارده علمتنا درس كبير جدا، درس كبير، درس عالي جدا في من يستحق ان يكون، لان الاستاذنا اللي موجود مع حضرتك الان، اللي حضرتك متعتنا ومتعت الجمهور به، هو الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي. ليس فقط مدرس او استاذ جامعه، وليس عميد كليه فقط، ولم يحيي ولم يزرع نخله فقط، انما ما يحسب لهذا الرجل الذي يعلمه الكثير انه احيا القلوب واحيا النفوس، احيا فكرا جديدا، بين للناس ان هناك خطا جديد يستطيع ان يوقظ بلدا بمستوى مصر التي قادرة على ان تسحب وان تأخذ
الدول العربية جميعا إلى مكانها الأساسي ومكانها الذي وهبها الله عز وجل لها، وجعلها الله عز وجل بها مهيئة لقيادة البشرية. هذا الرجل من يجلس معه وحينما تجده ماشيا في الشارع تجد الجميع عنده يأخذ منه، وتتعجب حينما تجد هذه الجموع كلها وهذه الأنواع من الناس، وهذا له مسألة وهذا له أمر وهذا ده انت يعني خلتنا نحسد نفسينا على هذه اللحظات اللي بنقضيها مع الدكتور. شكرا ليك يا دكتور يا شيخ إيهاب على هذه المداخلة، والحقيقة واضح ان ليك رصيد عالي جدا من المحبة من هذه المداخلات اللي سمعناها من داخل وخارج مصر. اغلى حاجة في الدنيا. حتى اخ مسيحي بيتصل علشان يرحب بيه. ما هم منهم ناس اصدقائي وحبايبي.